أسماء بنات من الجنة يحبها الله ورسوله. إذا كنت تحب دخول الجنة ضع لايك واشترك في القناة واستغفر الله في التعليقات، ولا تدع إبليس يمنعك من مشاهدة الفيديو حتى النهاية. اسم كوثر ومعناه الكثير من الخير والمال، ورد ذكره في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر، ويعتقد أنه اسم نهر في الجنة ماؤه أبيض وأحلى من العسل. اسم سلسبيل عين في الجنة، أو وصفاً لكل عين عذبة سريعة الجريان، ورد ذكره في سورة الإنسان: عيناً فيها تسمى سلسبيلا. اسم جنة جمع جنة، أي بستان مليء بالخير والجمال، ورد ذكره في سورة الرحمن: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان. اسم سندس نوع من الحرير الأخضر الفاخر، ورد ذكره في سورة الكهف: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. اسم تسنيم اسم عين ماء في الجنة يشربها المقربون من الله، ورد ذكره في سورة المطففين: ومزاجه من تسنيم. اسم آلاء تعني النعم أو البركات، وقد ورد ذكره في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. اسم ضحى يعني وقت الشروق أو الضياء، وقد ورد ذكره في سورة الضحى. اسم رقية تعني الارتقاء والعلو، وهو اسم ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسم أبرار يعني الأتقياء أو الصادقين، ورد في القرآن الكريم في سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجه كافوراً. اسم مي يعني الغزالة الصغيرة، وهو اسم قديم يعني الجمال والرقة. والأسماء التي يحبها الله وهي أسماء بنات وزوجات الرسول، وهم خديجة وعائشة وصفية وفاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية وسمية وحفصة وجويرية وعالية وأروى. شاهد قصة سيدنا سليمان والجن، ولا تنسى أننا نجتمع على حب رسول الله. رابط الفيديو بالأسفل.